يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. النهارده ان شاء الله هنخلل مع بعض الجزر بطريقه سهله جدا. ناس كتيره بتشتكي ان الجزر بيعمل ريم لما بتيجي تخلله. النهارده ان شاء الله هنخلله بطريقه سهله وبسيطه، وكمان هنقطعه وهيستوي قبل رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وكمان هنخلله بميه من الحنفيه، ولا هنغلي ميه ونسيبها تبرد ولا الكلام ده. يطلع معاكي احلى شويه ترش عملتيهم. اول حاجه هنسمي الله، وهنجيب الجزر نغسله كويس جدا جدا عشان بيكون فيه شوائب. وبعد كده بشيل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وهبدا اللي انا اقطعه. هتقطعيه حلقات كده تكون رفيعه عشان يلحق يستوي معاكي ان شاء الله قبل رمضان. القطعه اللي انا بقطع بيها دي موجوده عند اي حد بتاع ادوات منزليه، ولو مش موجود هتقطعيه بالسكينه. يبقى هنقطعه حلقات صغيره علشان يلحق يستوي معاكي. بعد كده جبنا البرطمان يكون نظيف وما فيهوش ولا نقطه ميه. هو ده اللي بيخلي مخلل الجزر يعمل ريم لو البرطمان مش نظيف. حطيت الجزر في الطبق، وحطيت عليه معلقتين كبار من هريسه الشطه الحمراء اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. ولو مش موجوده عندك هتجيبي فلفل احمر شطيطه يعني، او فلفل احمر حلو، وهتقطعيه 4 كده وتضربيه في الخلاط او في الكبه مع ربع كوبايه من الميه، وتخلطيه كده زي ما انا عملت، او تقلبيه مع الجزر. بعد كده جبت الجزر وحطيته في البرطمان. وتعالوا بقى نعمل المحلول اللي احنا هنخلل فيه الجزر. جبت ميه من الحنفيه، ولا ميه بقى مفلتره ولا غليتها وسبتها بردت ولا الكلام ده خالص، ويطلع معاكي زي السكر. لتر الميه بياخد 4 معالق ملح، معلقتين سكر، والسكر اساسي معانا علشان بيدي الجزر كده قرمشه حلوه جدا، ومعلقه كبيره من الخل. قلبتهم مع بعض عشان السكر والملح كده يدوبوا. وبجيب معلقه من هريسه الشطه بتديها كده ريحه وطعم حلو جدا للمخلل. بقلب بالمعلقه كده مع الميه، وبعد كده باخد الميه احطها على الجزر. اهم حاجه ان الميه تغطي الجزر للاخر علشان ما يعملش ريم معاكي. لازم الجزر يكون متغطي بالميه. بجيب اي غطا كده برطمان صلصه وبحطه على الوش عشان الجزر يكون مغطيه الميه خالص. بقفل عليه وبفتح عليه تاني يوم ادوق الميه. لو لقيته محتاج ملح باخد ميه من اللي انا مخلله فيها الجزر، اقلب فيها الملح على حسب ما هو عايز. ولو لقيتيه حادق بتاخدي كوبايتين من المخلل ميه التخليل ترميها، وبتحطي ميه مكانها. بس كده، وتغطي عليه وهتفتحيه ليله رمضان ان شاء الله هيكون مستوي وزي السكر. شويه ترشي عسل عسل عسل.